في منجم فحم في شوكم هيلز، بول الشريك المؤسس للشركة بيتكلم مع ابنه دريك، وفجأة دريك اكتشف إن هو نسي أدواته وراح يجيبها، وبيظهر حاجة غريبة طلعت من الضلمة وخطفت دريك. وبول بيسمع صوت ابنه بيستغيث وبيجري علشان ينقذه، لكن العدو المجهول ده ضربه ووقعه، ومن وسط الضباب كان في صوت غريب بيتردد، والكائن ده بيمد ايده وبيطعن بول. وبعدها بنشوف دريك مليان دم وبيتخطف وهو بيصرخ. وبعد سنين كتير كان في مغامرة اسمها أريان، وكانت بتبص على مجموعة مقالات في الجرايد بتحكي عن العمال اللي ماتوا في مناجم شوكم هيلز في حريق كبير، ولحد دلوقتي السلطات مش عارفة ايه اللي حصل بالظبط، والتنقيب في المنجم اتقفل بعد الكارثة دي. والغريب في الموضوع ان شوكم هيلز مش موجود على الخريطة من السبعينات، وسكانها شبه اختفوا تماما. وأريان هنا كانت بتجمع أكبر قدر من المعلومات عن المكان ده، لأن مجموعة من العلماء أجروها علشان تلاقي المناجم دي مرة تانية. وأول ما بيجهزوا، أريان وفريقها بيركبوا العربية بتاعتها وبيمشوا، ولاحظوا إن مفيش شبكة على التليفونات. وفي الآخر بيعدوا على بلد صغيرة وبيقفوا عند الدكان علشان يجيبوا شوية حاجات، واللي كان فيه حاجات غريبة جدا. وأريان بتستغل الفرصة وبتسأل صاحب الدكان عن مكان شوكم هيلز. الراجل قال لها ان هو ما سمعش عن المكان ده قبل كده، ولما أريان ضغطت عليه شوية علشان يقول لها اكتر، فقال لها ترجع مكان ما جات احسن وما تدعبس ورا الموضوع ده. وأريان مشيت من غير حتى ما تشتري حاجة، والراجل من البلد سمع الكلام ده فاتصل يبلغ ان في مشكلة جاية على الطريق. ولما فريق أريان حاول يمشي من البلد دي، لقوا عربية بتتتبعهم، وأريان داست على البنزين علشان تهرب منها، وبسرعة خرجت من البلد ودخلت الغابة. لكن فجأة العربية وقفت، وأريان خرجت من الطريق واستخبت شوية لحد ما العربية دي تمشي. وقالت للعلماء إن العربية كانت مستنياهم عند نقطة معينة في الطريق، يعني دي النقطة اللي لازم يروحوا عليها. المجموعة عدت الغابة ورا الدليل ده من غير حتى ما ياخدوا بالهم من اللافتة اللي كانت بتحذر من الخطر. العربية مشيت في طريق ترابي لحد ما لقوا طريق مسدود قدامهم، كان مسدود بسياج كهربائي، يعني أكيد في حاجة مهمة من الناحية التانية. والحمد لله كان في شجرة مايلة على السور، وكان كل اللي عليهم إن هم يعدلوها بس علشان يوصلوا للبر التاني بأمان. بعد كده المجموعة بدأت تستكشف المنطقة، ووقفوا على بس علشان ياخدوا عينات مش أكتر، وقرروا إنهم يعسكروا جنب النهر علشان يرتاحوا بالليل. بعد كده العلماء قعدوا يتكلموا بالليل عن نظرياتهم عن اختفاء شوكم هيلز. دارني كان شايف إنها ممكن تكون حفرة كبيرة اتفتحت، لكن شون كان فاكر إن الحكومة الأمريكية كانت بتعمل نسختها الخاصة من بئر جهنم، وإن دي حفرة عميقة اتحفرت في روسيا وكانت وصلت لجهنم. كمان كان عندهم تسجيل لصوت غريب لقوة في الحفرة دي، وكان شبه صوت كائن غريب ومرعب. وشون كان مقتنع إن ده صراخ الأموات، ولكن دارن قال إن ده بس صوت من الأصوات اللي هي بتحصل بعد الزلزال والحاجات دي. وفي نفس الوقت مجموعة من أهل البلد بقيادة دي اكتشفوا إن أسلاك السياج الكهربائي اتقطعت من جوه، حاجة مستحيل تعملها حيوانات برية أصلا. وبدأوا يدوروا على دلائل في المنطقة، وواحد منهم راح يشوف منشأة تانية من قريب، لكن فجأة حاجة غريبة خطفته وقتلته. شوية وبول اللي هو الراجل الكبير بقى قال لمجموعة إن هو عايز العلماء يمشوا على طول من هنا. لكن تاني يوم الفريق بيواصل استكشافه، وبيشوفوا عدة أعمدة فيها مكبرات صوت، افتكروها إنها نظام تحذير من تسريب الغاز أو كده، لكن الحاجات دي كان شكلها جديد. كمان بيلاقوا فيهم صوت بيستخدم عادة في عزل الصوت. وفي الآخر بيلاقوا فتحة في الأرض بتطلع دخان كتير. لكن لما كانوا هياخدوا عينات العربية اللي شافوها امبارح، جت مرة تانية، والفريق ساعتها بيستخبى وبيستنى العربية دي تمشي. وبعدين أريان أصرت إن هم يتحركوا بسرعة أكبر، لأن الأهالي واضح إنهم عارفين إنهم هنا. بعد ما مشيوا كتير وصلوا لشوكم هيلز. البيوت كانت زي ما هي، لكن مفيش حد هنا أبدا. بدأوا يسجلوا هم داخلين بيت عشوائي، بس لاحظوا إن فيه دخان، وده خلاهم يفكروا إن الغاز من المناجم هو السبب في اختفاء الناس دي. فجأة أريان بتفتح الباب واكتشفت منطقة التعدين، والعلماء فرحوا جدا لما لقوا دليل على قصتهم، وجريوا على الحفرة الكبيرة دي في الأرض. كانت متغطية بسياج كهربائي، وبعد ما قطعوا الأسلاك بدأوا يشتغلوا على إزالة السياج ده، مع إن أريان حذرتهم من المخاطر، لكن محدش اهتم. وبعدين بينزلوا جهاز مسح الحفرة لأنهم مجمعوش أي بيانات لحد ما وصلوا للقاع. الحفرة دي كانت مليانة بمعدن نادر جدا ونقي اسمه انثراسايت، والعلماء احتفلوا بوجود المعدن ده. لكن تيري سمع صوت غريب بيتحول لصرخة، والصرخة دي من صوتها العالي أذت ودانه، فشال السماعة وخلى الكل يسمع الصوت ده على الجهاز. لكن فجأة بيدوس على حبل واتسحب للحفرة من قوة غريبة. تيري كان بينزف وبيستغيث، وأريان جهزت الأدوات علشان تتسلق الحفرة، ونزلت هي وجيمي ووصلوا للقاع بأمان، وبصوا حواليهم
ولاحظوا ظل غريب بيتحرك في الضلمة، وأريان كانت قلقانة على مستويات الغاز، لكن جيمي رفض يسيبها. في الوقت ده ديل بيوصل ببندقية في إيده وبيزعق لما شاف إنهم شالوا السياج. بدأ يقطع الحبال وشون ضربه علشان يغمى عليه، لكن واحدة من الحبال وقعت وأريان وجيمي خافوا وطلعوا مرة تانية علشان مفيش شبكة يتصلوا بحد يساعدهم. ما كانش قدامهم غير إنهم يمشوا بعربية ديل ويبعتوا حد ينقذهم. بعدين المجموعة ساقت في الغابة، لكن فجأة العربية بتاعتهم بتقف لما بتتعلق في شق بالأرض، وكان لازم يكملوا مشي. ولما الليل بيجي ديل بيفوق جنب الحفرة وبيتصل براديو يبلغ صحابه عن خرق أمني، لكن في اللحظة دي الكائن الغريب قتله. الاتصال ده فعل إنذار في كل غابة مجموعة أريان، والمجموعة حاولت إنها تجري بسرعة، لكن بيسمعوا نفس الصوت الغريب ده مرة تانية، واللي كان شبه التسجيل اللي تير عرضه بالليل. طفوا الكشافات وهما بيتسحبوا علشان أريان تقدر تستخدم الرؤية الليلية، وأخيرا بتشوف الوحش اللي هجم على المجموعة فجأة وما قدروش يضربوه بالرصاص وجريوا، لكن للأسف شون اتخطف واتسحب بعيد. لما الوحش قرب من أريان ضربته وجريت علشان تلحق دان وجيمي اللي لقوا الطريق وعرفوا يجذبوا انتباه شاحنة علشان يهربوا بسرعة، وبيطلعوا ورا الشاحنة وشيلبي ضربت رصاص علشان تشتت انتباه الوحش وتبعده ويقدروا يهربوا. بعد شوية بيوصلوا للبلد والأهالي كانوا بيتجمعوا علشان الطوارئ. في نفس الوقت شيلبي خدت المجموعة البيت آمن كانت جمعت فيه معلومات كتيرة عن الوحش، وبعد ما شيلبي وروعي عابوهم على تحرير الوحش ده واللي بقاله كتير مش بيخرج من المكان بتاعه. بعد كده بول بيظهر وقال لهم إن هو ساب الشغل في الشركة وبقى بيحمي المنطقة من السياج، يعني أي حد جاي عشان يعمل على السياج إن هو بيحميها زي بالظبط ما انتوا عملتوا كده. اللحظة دي بتيجي رسالة بتقول إن في كائنات تانية ظهرت ولازم يرجعوا يقفلوا الحفرة بسرعة. لما بيخرجوا بيسمعوا الكائنات قريبة لكنهم بيستخبوا في الشاحنة، لكن بتيجي رسالة تانية بتقول لهم يروحوا بيت آمن علشان في كتير من الوحوش جاية لهم، لكن البيت ده كان فوق التل. الرابع عرف إن هو مش هيعرف يجري بسرعة، فقرر يلفت انتباه الوحوش علشان يدي فرصة للمجموعة تهرب. بيروح ناحيتهم وهو ماسك إزازة مولوتوف وبيحصل انفجار، والانفجار ده حصل وقتله. في نفس الوقت المجموعة بتوصل لبيت آمن وحاولوا يفضلوا هاديين، لكن كان فيه وحش واقف بره الشباك، ولما راديو شيلبي عمل صوت الوحش نادى على باقي الوحوش. فجأة الوحش دخل البيت والمجموعة جريت لأوضة تانية ورموا طبق علشان يشتتوا انتباهه، ودخلوا أوضة في الخلف ووقفوا ورا الباب، ولكن الوحش كان قوي كفاية يخرج من الباب ويخلي جيمي يطير من فوق الأرض واللي اتكسرت وبان تحتها نفق سري. الفريق على طول بينزل النفق وبيبدأوا يجروا، ولقوا إن هو بياخدهم لكهف الوحش، وشيلبي كانت بتجري معاهم بس قررت إنها تفضل علشان تشتت انتباهه وهم يكملوا طريقهم. فالوحش ده كان بيجري ورا شيلبي. في الاتجاه التاني 3 بيلاقوا المخرج وبيكسروا السور علشان يطلعوا. حاولوا يرجعوا السور مكانه، لكن فجأة بيظهر وحوش تانية وجيمي بيشغل قنبلة علشان يقتلهم، لكن الوحوش مسكته، وفي المعركة اللي ضارب بينهم دي بيموت جيمي. وأريان ودارين ما كانش قدامهم غير إنهم يكملوا جري، وحركتهم بتبقى بطيئة جدا لما بيوصلوا الممر ضيق جدا، وأخيرا بيوصلوا الكهف. ولكن دارن قرر يقف شوية لأنه كان تعبان جدا، كمان كان حزين وندمان لأنه السبب في إنه يجيب كل المجموعة دي هنا. بيقول كمان إن هو ما عملش كل ده في سبيل العلم، لأ ده طلع ندل ومتفق مع شركة تعدين اللي قررت تديله فلوس كتير مقابل إن هو يجيب لهم المعدن النقي اللي قال لهم عليه. أريان تسكت لأ، بتقوله تعرف أنا كنت في مرة في رحلة في جبال الهيمالايا وقررت إن أعيش، عشان أعيش كان لازم أسيب حد من صحابي يموت. قالت له بص الوحش جاي خليك انت هنا، أنا هروح وأوعدك إن لو عرفت أرجع مش هتأخر. في الوقت ده كل سكان المحليين بيستخدموا مكبرات الصوت علشان يجذبوا كل الوحوش ليهم، وساعتها ضرب النار بيشتغل علشان يقتلوا أكبر قدر منهم. أريان بتسمع الأصوات وضرب النار فبتقرر تروح ناحيته، لكن فجأة وحش بيقرب منها، بس نجحت إنها تستخبى في سلة الزبالة لحد ما مشي. لكن بعد ما خرجت مباشرة الوحش بيجي من وراها، وهوب بتصحى تلاقي نفسها جنب شيلبي وهو كان ميت. كانت مرعوبة، وبالذات لما حست إن رجلها اتشلت. بتحاول تدور على أي مية تشربها، لكن بتشوف منظر مرعب، بتصرخ وده جذب انتباه الوحش فخبطها خبطة كده خلاها تنام مرة تانية. بتصحى المرة الجاية فين؟ مش عارفين، لكن بعد شوية لما بتصحى بتلاقي نفسها جنب دارن وشون، وبيحاول دارن يديها قنبلة يدوية. شون هنا بيقول لها الكائنات دي غريبة، يعني شبه مستعمرات النمل،
وده قبل ما يجي حد يسحبه وبيدوا للملكة بتاعتهم، ودي تعتبر الوحش الأكبر والمسيطر على الكل، لكنها ما بقتش بتتحرك ولا تقدر تتحرك وكله بيخدمها. في الوقت ده أريان تمكنت إنها تمسك القنبلة، لكن بيسحبها هي كمان علشان ملكتهم لسه جعانة. ودارن في الوقت ده علشان ينقذها بيشغل تليفونه وبيجذب انتباههم، وده بيدي الفرصة لأريان ترمي القنبلة في فم الملكة، والملكة بتموت وأريان ودارن بيجروا، وعدد كبير من الوحوش بيطاردهم ولحد ما بيلاقوا حبل بينزلهم لحد الأرض. أريان بتنزل لكن دارن كان بطيء جدا، وده خلى الوحوش تمسكه، وساعتها بيقطع الحبل وبيضحي بنفسه علشان يدي فرصة لأريان إنها تهرب. وبعد كده واحد من السكان المحليين جه وكان هيقطع حبل أريان، لكن بول جه وضربه وأنقذها. والسكان المحليين بيضربوا قذافات اللهب علشان يرجعوا كل المخلوقات للحفرة. وبعد كده بيرجع بول وأريان بالعربية وبيقول لها إن دارن مات، وبيقول لها لو رجعتي محدش عمره هيصدق أي حاجة هتحكيها. فقررت إنها تفضل وتقاتل المخلوقات دي للأبد. بس كده يا سيدي، ودي نهاية فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. يلا أشوفكم على خير في فيلم جديد. سلام.